اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبيبي يا رسول الله، يلا بينا بقى نعمل الفطار بتاعنا النهارده ونشوف الفطار بتاعنا النهارده ايه. اول حاجه معايا كده انا جبت بصلتين فرمتهم زي ما انتم شايفين كده خشن شويه يعني، وبعدين نزلت عليهم بقطعه من الدهن وشويه من الزيت. هشوح البصل بقى لحد ما تاخد معايا اللون اللي هو الذهبي ده. هنزل عليها بمعلقه من هرسه الشطه. هرسة الشطة دي اللي هي الشطة الحمراء بقى بعملها كده، بحطها في التقالي دي بتبقى طعمها جميل جدا. بعد كده هشوح بقى لحد ما تاخد بقى تدبل مع بعضها كده وتاخد اللون اللي انا عايزاه معايا. بعد كده هنزل عليها بالطماطم اللي هي الصلصة بتاعتي كده. طبعا الصلصة دي اصلا انا بفرزها متسبكة يعني، مش هتعوز تسبيكة كتير. هنا بقى احط الملح بتاعي واحط فلفل اسود. هحط معايا هنا برضو كزبرة ناشفة وكمون. واحط هنا دي معلقة من ال11 بهار كده، دي 11 بهار على بعض كده، تبقى طعمها حلو اوي، ريحتها حلوة اوي في المحاشي يعني وفي الحاجات دي. طبعا ال11 نوع زي ما قلنا بيبقى روزماري على قرنفل اللي هو المسمار، على قرفة، على بابريكا، على توم باودر، على بصل باودر. بصي كل حاجة بتبقى فيه. هنا بقى معايا هشطف الرز بتاعي كده. انا معايا هنا كيلو من الرز، هغسله بقى كده واشطفه واصفيه كويس قوي، وبعدين هطلعه في مصفى بقى يتصفى من الميه بتاعته خالص. انا بفضل اغسل بقى فيها كده عشان السفوحه يعني او الشعيره اللي بتبقى في الرز دي كده بتطلع بقى في الميه. بعد كده بعد ما غسلتها هونت، انا جبت المصفى بتاعتي وحطيت فيها الرز بتاعي يتصفى ميته لحد ما ينشف معايا خالص. هنا معايا بقى ورق الكرنب بتاعي، انا برضو ده مفرزاه كده. والكرنب ده اللي هو الكرنب البط بقى، اللي هو بيبقى كله عروق كده بس. طب يعني بيبقى ورقته تخينه شويه كده، بس في التفريز بيبقى طعمه حلو بصراحه، وبيبقى في السوا حلو. هنا بقى معايا برضو الشبت مفرزاه، هي كل حاجه بقى طالعه متفرزه كده. معايا هنا الحله بتاعتي قطعت فيها، حطيت بقى فيها عدن الشبت اللي طلعت وكده. وبعدين نزلت عليها بقى بشرايح من البصل وشرايح طماطم وحلقات فلفل كده. ده بقى بحطه كده في ارضية الحلة بتاعتي، بيدي طعم للمحشي جميل جدا. معايا هنا بقى الصلصة بتاعتي اتسبكت خلاص. هنزل فيها بقى والرز بتاعي نشف هونت خالص. هنزل فيه بقى بالرز كده. طبعا مش بحطه على النار بقى، في ناس بتحطه على النار ترجع، لا طبعا انا خلاص نزلت الصلصة من على النار. نزلت فيها بالرز بتاعي المغسول بقى، ونزلت عليه بمعلقة من الثوم المفروم والخضرة بتاعتي. طبعا بيبقى تلت صلصة وتلت رز وتلت شبت كده يعني اللي هي الخضرة. بتبقى كده معاكي الخلطة طعمها جميل جدا، والدهن كمان بيدي طعم حلو قوي في الدهن في الخلطة بتاع المحشي. الدهن مع كمان معلقة ال اللهم ذكرني، هرسة الشطة بتدي طعم حلو. هنا بقى معايا البطاية كده، انا كنت نقعها بقى في ليمون وقشر برتقال وجنزبيل وكل حاجة بقى كده. انا اي زفارة. هنا بقى طلعتها بقى شطفتها كده، طلعتها يعني في مية بقى مية عادية كده تفك، عشان انا كنت نقعها اصلا قبل ما احطها في الفريزر. وهنا هنعمل الخلطة بتاعة الحشوة بتاع البطة. عايزة اقول لكم خلطة جميلة جدا. معايا هنا حبايتين طماطم مقطعهم سلطة. معايا هنا قرن فلفل احمر وقرن فلفل اخضر برضو مقطعهم زي السلطة كده ناعمة. معايا هنا الكبدة والقلب بتوعي هقطعهم برضو حتت كده صغيرة، مكعبات صغيرة يعني. معايا هنا بقى بصلتين برضو فرماهم هون خشن كده، ونزلت فيهم على شوية زيت كده، وهشوح البصلة معايا لحد ما تدبل وتاخد معايا يعني اللون بتاعي يغير كده. هنزل عليها بالكبدة والقلب بتاعي. طبعا انا سبت القنصة عشان ابقى اقفل بيها البطاية بتاعتي. لو حابه بقى تقطعي القرنصه فيها. عايزه اقولك ان الخلطه دي بتبقى جميله جدا، بتاكليها قبل اي اكل بامانه يعني. لو مش بتعمليها جربيها كده، طعمها جميل جدا. دي بقى الخلطه دي بتاعه الحمام والبط وطبعا لو عايزه تعملي فراخ محشيه برضو بتعمليها بيها. البط بالرز ده طعمه جميل جدا، بس اعمليه بنفس الخطوات والتكات دي بتبقى طعمها حلو قوي. بعد كده بقى بعد ما الكبده معايا اتشوحت، نزلت عليها برشه بالفلفل الاسود ورشه من الملح وشوحتها حلوه قوي. بعد كده نزلت كنت غاسله كوبايه من الرز، ونزلت عليها بكوبايه الرز المغسوله بتاعتي والطماطم المتقطعه والفلفل. وهشوح كل ده مع بعضه كده قبل ما احط له اي حاجه. هشوحه مع بعض كده ياخد تشويحه كده لحد ما البطاطس بتاع الطماطم بقى بتاعتي تستوي كده، والفلفل وكل حاجه تتدخل في بعضها.
نزلت بقى بالملح ونزلت ببهارات الفراخ ونزلت بالفلفل الاسود ورشه من القرفه. هشوح كل ده ببعض لحد ما ريحته تطلع. بعد كده نزلت عليه بكوبايه من الميه، وزي ما انتم شايفين كده اديتها نص سوا. هنا بقى معايا البطايه بتاعتي انا غسلاها كويس قوي طبعا، ونقعاها بقى بقشر الليمون والبرتقال والجنزبيل. عايزه اقول لكم مفيهاش اي زفاره خالص، وملح وسكر. هحشي بقى البطه بتاعتي كده، وكمان هسيبها بقى ايه، هسيب لها برضو فراغ كده علشان خاطر ان الرز بيستوي لسه بيزيد معايا. هو واخد يعني ايه 3/4 سوا كده. يكمل بقى السوا بتاعه في البطه. هفتح بقى تحت الجلد كده والحقائق بتاعتها كده، ايه هملاها من الرز. طبعا مش هتعمليها قوي عشان ايه ما تتفجرش منك قوي يعني. هنا بقى حشيه اهو. هنا بقى حشيتها كلها تحت الجلد كده وقلب البطه. مليتها بقى بالخلطه بتاعتي كده. الخلطه دي بقى بطلعها كده في طبق لوحديها كده، وبتتاكل لوحديها كده، بتبقى جميله جدا. شايفين بعمل كده عشان ايه افرد الرز، اديله ايه يعني اديله ايه فرصه ان هو ايه يزيد كده هنا بقى كتفت البطه بقى طبعا، كتفت رجلين البطه طبعا. هنا بقى معايا حله نزلت فيها بايه بشويه من الزيت بسيطين خالص كده، معلقتين بس، البط بيبقى سمين اصلا. جبت بصلايه بقى قطعتها كده 4/4 ونزلت فيه الزيت بتاعها وورق لوري وفلفل اسود، وهشوح كل دول لحد ما ريحه البصله والبهارات بتاعتي تطلع معايا. بعد طبعا ما شوحت البصله والبهارات كده وحمصتهم، نزلت عليها بالبطه بقى، هديلها ايه تشويحه بقى على الجنبين كده، على جميع الجوانب كده، ايه هديلها التشويحه بتاعتي. شوحتها على جنب بقى كده، وبعدين نزلت جبت حبايه طماطم قطعتها زي السلطه برضو كده، ونزلت عليها بيها، ونزلت برشه من القرفه، فلفل اسود، بهارات اللي هي الفراخ دي، بتدي طعم ولون حلو اوي للشرب. وانا هنزل بقى بالملح بتاعي ومعلقه صغيره من السكر، وهشوح بقى البطايه كده لحد ما الطماطم بتاعتي تستوي خالص وتلين معايا، عشان تدي برضو طعم ولون حلو للشرب. هنا بقى قلبت البطه على ظهرها كده، تاخد تشويحه كمان، وبعد كده نزلت عليها بالميه بتاعتي. هسيبها بقى لحد ما تغلي معايا وتستوي خالص، وهنشوف بعد كده هنعمل ايه. هنا بقى معايا كان دول حشيت بقى المحشي الكرنب وكده، وفاض شويه رز. قلت ايه بقى اعمل الكوسه ديت واسيبها بقى على وش الايه، احطها كده على وش الكرنب كده، يستوي ايه من بعضهم. خساره بدل ايه مرمي الرز، يعني الرز متكلف خلطه وكده. طعم حلو أوي. وطبعا لما بعينه في الفريزر بيحس ان هو دشش كده مني، متبقاش الخلطه متبقاش حلوه، يعني الرز بحس ان هو دشش خالص وتكسر كده. فقلت ايه بقى لا استخدمه ايه، اجيب ايه نص كيلو كوسه كده واعمله. فجبت دول بقى الكوسه دي كده وقورتهم بقى، نضفتهم كده وقورتهم، وبعدين ايه حشيتهم. وهيفيض برضو شويه من الرز دول هطبخهم بقى لوحدهم كده بكرنب شوربه لوحدهم، برضو يبقى طبق ايه جانبي جنب الاكل برضو. طبعا أنا من اول رمضان ما عملتش معاكم اي حاجه، وكسلانه جدا ان انا اصور، اصلا ما صورتش فعلا اي حاجه. فقلت بقى اصور معاكم النهارده ايه الفطار بتاعنا ده، وكمان ايه يعني انا عندي بصراحه يعني مصوره يومين 3 كده على التليفون، ومكسله انزلهم بامانه يعني. هنا بقى ايه الكوسه بتاعتي بعد ما حشيتها وكده، حطيتها بقى على وش الكرنب بتاعي. وبعدين هجيب بقى الشوربه بتاعها، هحط بقى ايه رشه ملح كده على الوش، وبعدين الشوربه بتبقى معايا مع اول محشي الكرنب كده. هنا بقى ده محشي الكرنب بعد ما استوى طبعا، والخلطه بتاعتي خلطه البط، ودي المحشي الكوسه، ودي الشوربه، وده السلطه بقى، عملت السلطه الخضراء جنبها، والبط حمرته وقطعته، وده العصير الصوبيا والتمر.